تعليقات وابدا ارجع للاستوديو تاني، وبعتذر، انا عارفه ان في مداخلات كتيره جدا، والله بحاول قدر الامكان اوازن ما بين الاستوديو والتليفونات. استاذ محمد اتفضل يا استاذ محمد. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. بحييك على الشياكه، البلوزه والساعه وكل شيء، والحشو احلى. بقول لحضرتك احنا انتخبنا الرئيس السيسي عشان يحكمنا باللي احنا نطلبه. يعني انا هطلب من الرئيس السيسي استثمار الارض بالايجار بس، مفيش تمليك ابدا. اكتب عندك بالقلم مكافاه نهايه خدمه المدرس 20 او 30 الف، لموظف البنك 1,200,000. السؤال الثاني، مين خدم اقتصاد مصر اكتر؟ انا في رايي المدرسين، لانهم جابوا عمله صعبه من السعوديه، كان الاف المدرسين بيسافروا. الفكره الثالثه، منتشر في الاعلام من شهور، موظفه في الزراعه بتقول مصاريف ماليه للمحظوظين. الو، سامع حضرتك يا فندم. تسلمي. الفكره الرابعه، الرسول عليه الصلاه والسلام كان شاور اهل المدينه وقال لهم ايه رايكم القبائل اللي بتحاربنا دي نديها تلت ثمار المدينه؟ فردوا عليه قالوا له ده امر تصنعه لنا ام امر من الله؟ قال لهم لا، رايي اصنعه لكم. قالوا له لا يا رسول الله، لم ياخذوها قبل الاسلام ولا ثمره فلا نعطيهم. يعني ده في حكمه ورساله سياسيه كبيره في الحاج بتقوله في المثل الاخير. طيب استاذ